يعني مش عايز الحكومة تكون موجودة في القاهرة بس، لأ عايز سلطته وأوامره تكون موجودة في كل أنحاء مصر، فبالتالي الإصلاح الإداري ساعد محمد علي في تنظيم إدارة الدولة، زائد إحكام سيطرته على كل البلاد. إذًا يا جماعة أول خطوة في بناء الدولة الحديثة كانت إن محمد علي ينظم الدولة من جوه، ينظم الإدارة، يرتب المسؤوليات، يقوي سيطرة الحكومة على كل الأقاليم. لكن استنى كده، هو ينفع دولة تكون قوية من غير جيش قوي؟ طبعًا لأ. محمد علي كان عارف إن الجيش هو أساس قوة الدولة، وعلشان كده اهتم جدا بإصلاح الجيش وتطويره. أول حاجة تكوين جيش حديث. محمد علي بدأ يعمل جيش جديد، جيش منظم ومدرب، مش مجرد مجموعة جنود وخلاص. يعني إيه؟ يعني يهتم بيه تدريب الجنود، تنظيمهم، تسليحهم بأسلحة حديثة، إعداد ضباط قادرين على قيادة الجيش. بمعنى أبسط محمد علي كان عايز ينقل الجيش من الشكل القديم لجيش حديث على النظام الأوروبي. طيب محمد علي هيجيب الضباط المتعلمين دول منين؟ هنا محمد